ازيكم يا حبايبات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. زي ما شفتوا كده من عنوان الفيديو، النهارده هوريكم احلى واجمد واخطر صن بلوك مصري ممكن تجربيه في حياتك، من ناحيه كل حاجه، سعر، كواليتي، مكونات، كل حاجه بجد فيه صدمه. فتابعوا الفيديو الاخر عشان تستفادوا قوي قوي. بس قبل ما نجري نشوف ايه هو الصن بلوك، ما تنسوش لايك وكومنت صغنون واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. اول حاجه كلموني عن الميك اب ده. عايزه اقول لكم ان اخطر ميك اب واحلى ميك اب وارقى ميك اب ممكن تعمليه في حياتك تعمليه وانت غزلتك رايقه ودماغك صافيه خالص، ما فيهاش اي كلاكيع ولا عقد ولا شغله دماغك باي حاجه في الدنيا. سبحان الله الحاجات دي بتتعكس على الحاجات اللي انت بتعمليها في وشك، فحاولوا ان انتوا تسقطوا كل حاجه عن دماغكم وتعيشوا اللحظه كده وتعيشوا في جو هادئ. مش موضوعنا هندخل على الصن بلوك على طول. بصوا، خلينا متفقين كده ان انا جربت بجد كل الصن بلوكس اللي انتوا تتوقعوها وما تتوقعوهاش كمان. جربت المصري، جربت الرخيص قوي، جربت الوسط، جربت الغالي جدا. كل حاجه ومستورد والحاجات اللي كانت مقاطعه وخلاص راحت يلا في 60 سلامه. كل الحاجات دي انا جربتها، ويعني من ساعه ما اكتشفت اصلا اختراع الصن بلوك ده وانا عماله اجرب في نفسي. بس انا يعني ساعات كده او في اغلب الاوقات اما برتاح لحاجه معينه تلاقوني لزقت فيها، ايا كان ايه هي. ميك اب معين تلاقوني مركزه عليه وسايبه حاجات كتير قوي حلوه حواليه. نفس النقطه بعملها في الصن بلوك. فانا كنت ماشيه على صن بلوك بدون ذكر اسماء، هو كان مستورد وبقى مقاطعه وخلاص مش هنجيبه، وكنت حزينه حزن الدنيا عليه. مش عشان اي حاجه في الدنيا، بس علشان هو فعلا كان فلتر على الوش كده. فعلا بشرتي طول الصيف ما كانتش بتتاثر خالص من الشمس. فيلا مش هنجيب سيرته كتير عشان ما نضيعش وقت الفيديو على الحاجات دي. هندخل على الصن بلوك اللي جايه اقول لكم عليه النهارده بسرعه. خلينا كده برضو متفقين على نقطه مهمه قوي قوي في الصن بلوك المصري. الصن بلوك المصري يعني هو نسبه حمايته 50 وكل حاجه، وانت لطيف وجميل وكل حاجه، بس اوعي تسيبيه على بشرتك او تجدديه يعني كل ساعتين زي الصن بلوك المستورد. لا، الصن بلوك المصري اقصى حاجه ليه ساعة انت كده جاية عليه كمان. دي مش حاجة وحشة، بس لا، هو يعني هي ديت المكونات وهي ديت امكانياته، واحنا هنحترمها ونستخدمه برضو على عيننا وعلى راسنا الحاجات المصرية. فاوعي تسيبي اي صن بلوك مصري على بشرتك ساعتين او اكتر وتنسي وتسرحي وترجعي تقولي اصل انت يا روبي اللي قلت لنا ان هو حلو وجميل. لا، في مصيف كمان حاولي ان انت نص ساعه وممكن تجدديه كمان. ما تحاوليش انت تسرحي قوي وتنسي ان انت تجددي الصن بلوك على بشرتك كل ساعه، لو في اوقات عاديه وخارجه خروجه عاديه. لو في مصايف الشمس بتبقى صعبه جدا جدا، فحاولي ان انت تجدديه كل نص ساعه. هتعملي في نفسك وفي بشرتك واجب عظيم. النقطه دي مهمه قوي قوي، فركزوا فيها بالله عليكم علشان محدش يرجع يزعل مني او يفتكر ان انا اللي قلت لكم على صن بلوك وحش. لا، هو المكونات وهي الحاجات بتاعته هي لازمنا بكده، فاحنا هنمشي عليها ونخلينا محترمين، هنلاقي منه احسن نتيجه. حاجه برضو اللي عايزه اقول لكم عليها ان انا بشرتي دهنيه المختلطه في الصيف بتكون يعني مش بتبقى دهنيه مزيته قوي او سمنه بلدي قوي، بس في اماكن عندي اللي هي التي زون دي بتبقى الصراحه مضايقاني جدا، بالذات الدقن. وكمان الحته دي بسيط ودي برضو بسيط شويه، بس هي دي ودي اكتر حاجه وبعدين دي. فاللي بشرته زيي هيجيب الصن بلوك ده، وهو احلى حاجه فيه ان هو في منه جل وفي منه كريم، فدي حاجه خطيره جدا. اللي بشرته عاديه ليه جافه يجيب الكريم، لو اللي بشرته مختلطه الدهنيه يجيب الجل. خلينا برضو مركزين قوي في النقطه دي. ايه الحاجه اللي بعدها؟ مكوناته يا جماعه قمر وخطيره وكل حاجه حلوه. اكلمكم على الجل ان انا جربته، انا ما جربتش منه الكريم. بس الكريم ممكن عادي البشرات الدهنيه والمختلطه ممكن يجربوه عادي في الشتاء، عادي جدا، لان احنا بشرتنا في الشتاء مش بتبقى دهنيه خالص، هي بتبقى عايزه ترطيب وبتبقى عايزه حاجات حلوه قوي تغذيها وتخليها نضره اكتر. فعادي ان احنا نستخدم الكريم في الشتاء لو انت بشرتك زي انا بتكلم دلوقتي عني. فحاولوا ان انتوا تركزوا معايا في النقط دي علشان البنوتات اللي بشرتها عاديه ليه جافه ما يروحوش يجيبوا الجل والعكس وكده.
نركز. انا مش عايزه اطول عليكم على طول، انا الصراحه متشوقه ان انا اوريه لكم عشان ما اقعدش احمس وتزهقوا مني ومن الفيديو تطلعوا تجروا. ايه الصن بلوك اللي هكلمكم عنه النهارده، وتغاضوا عن العلامه اللي فوق دي هفهمكم انا عاملاها ليه في اخر الفيديو. ده الصن بلوك اللي بكلمكم عنه، هو سكين سايد، شكله كده عن قرب، مش لازم انا باين، هو المفروض هو البطل فهو اللي يبان. ده شكله كده عن قرب. العلامه اللي هو الخضراء دي مكتوب عليه دراي تاتش، تمام كده، وتحتيه سان جيل كريم. بس ممكن مش هيكون باين قوي ليكوا الكلمات دي، فانا ممكن اسيب لكم صوره واضحه ليه على الشاشه عشان برضو تبقوا مركزين في شكله. سكين سايد ده مصري 100%. بتجيبيه منين يا ست الكل؟ بتجيبيه من على بيج، من على الانستجرام، هم عندهم صفحه كبيره وليهم اكواد خصم، وممكن تجيب 2 مع بعض. انا جايبه 2 مع بعض على فكره عشان عليهم خصم حلو قوي، والشحن فري. فانتوا استغلوا الفرص دي معايا، مع صحابكم، مع اخواتكم، معاكم انتوا، لان هو برضو دي يعني اكتر حاجه بتضايقني في الصن بلوك، ان هو حجمه مش كبير، ان هو حجمه 50 مللي. 50 مللي ده حضرتك ده يقعد معايا قد ايه؟ ده العيب الوحيد اللي انا بس بتضايق منه، ان الصن بلوك المفروض يعني يكون كبير شويه، يعني برضو الدنيا بقت غاليه يا جماعه. ما علينا، هنتكلم بقى عن مكوناته وحركاته. هو بسم الله الرحمن الرحيم كده، نسبة الحماية بتاعته 50 بلس 50 SPF، ومكتوب عليه يو في اي ويو في بي، يعني بيحميكي من الاشعه الفوق البنفسجيه والاشعه الثانيه اللي هي الضاره، كل الاشعات الضاره يعني. طبعا اللي هو الجل بيبقى خالي تماما من الزيوت، ما بيكونش مكوناته داخلها زيوت علشان انت اصلا بشرتك دهنيه، فمش معقول هيحطوا لك في الصن بلوك اللي هو اللي انت عايز تستخدميه او هيبقى مناسب مع بشرتك يحطوا لك فيه زيوت او حاجات كده. لا، البشرات الجافه والعاديه هم اللي بيبقوا حاطين لهم فيها نسبه زيوت علشان يرطبوا لهم بشرتهم. فاحنا كدهنيه ومختلطه احنا مش محتاجين ترطيب اصلا كتير في الصيف عشان هنبقى ملزقين. نسبة الحماية فيه أعلى نسبة حماية ممكن تلاقيها في أي صن بلوك موجود في الحياة، اللي هي بلس 50، تمام كده، مكتوب عليه اهو بالبنط العريض. فدي أكبر نسبة حماية، وهو ده اللي احنا محتاجينه من الصن بلوك. فركزي قوي قوي اما تيجي تجيبي صن بلوك لازم يكون مكتوب عليه ان هو نسبة الحماية بتاعته 50. طبعا عشان احنا بشرات دهنيه ومختلطه فبيكون مش بيسبب لمعه خالص في البشره. انا كان نفسي الصراحه اجربه لكم على وشي، بس انا حاطه ميك اب علشان هصور فيديوهات، فالصراحه ما حطيتش منه. لو كنت نازله كنت هجربه لكم، بس ملحوقه هعمله لكم في ريل صغنن كده ان شاء الله، هنزله لكم هنا برده على اليوتيوب وانا بجربه على بشرتي، واوريكم قد ايه البشره بتمتصه بمنتهى السهوله، مش بيسيب اي علامات بيضاء في بشرتك. مفيش كمان لمعه، لان احنا اصلا بشرتنا مش محتاجه لمعان خالص، هي الدهون اللي بتفرزها بتدي جلوي للبشره كده. فانتوا هتلاقوني ست جلويه كده، تمام، دي مش نضاره ولا حاجه، لا ده ممكن يكون عرق عادي جدا. اهم نقطه يعني دي مش موجوده في اي صن بلوك مصري، وده اول صن بلوك مصري يكون فيه نيسيناميد. نيسيناميد بيساعد على ترطيب البشره، بيوحد لونها، بيخفي لو فيها زي علامات كده او اثار يعني في بشرتك مش لطيفه، يخلي البشره بجد تحفه. يعني النيسيناميد ده سرشوا عليه يعني بصوا هتستفادوا. اكتبوا كده في السيرش بتاع جوجل فوائد النيسيناميد للبشره، ويشوفوا قد ايه بجد النيسيناميد بيعمل حاجات خطيره في البشره. فدي برضو نقطه يحترم عليها جدا جدا، وشابوه جدا جدا ليه. فانت هتشوفي منه احلى ترطيب للبشره، احلى نضاره للبشره، بجد هتيجي تبصيني بعد الفيديو ده واما تجربيه بجد هتدعولي. في حاجه برضو كنت عايزه اقول لكم عليها فيه، هو في زي حاجه كده اما بتيجي تحطيه على بشرتك انت بتحسي بسقوعيه بجد. وعارفين انتوا احساس الحاجه اللي هي تكون مثلا جايبينها من التلاجة وحاطينها على بشرتكم، هو ده الاحساس اللي انت هتحسيه اما تحطي صن بلوك ده على بشرتك، ان هو بيعمل زي تبريد للبشره او بيهدي البشره كده. مش عارفه اشرحها لكم ازاي، بس هي حاجه حلوه قوي. دي برده مش موجوده في اي صن بلوك عامه. فان شاء الله ده مش هيكون اخر يعني مره اشتريه فيها، لانه عجبني جدا ومحترمه كل فسفوسه فيه. مكوناته تحفه، نسبه الحمايه بتاعته حلوه، في جل وكريم فهو مش حارمك من حاجه. كمان النيسيناميد، فاحنا مش عايزين اكتر من كده في الحياه يا ولاد. فبجد ارشحه لكم ان انتوا تجربوه جدا. كمان سعره حلو قوي. وانتهت فرصه الخصومات اللي بتكون موجوده على مثلا الاتنين مع بعض، ساعات بيبقوا 4 مع بعض، ساعات بيكونوا حاجات كتير قوي مع بعض.
فانت انتهزي الفرصه وهاتي مثلا لو اختك محتاجه، صاحبتك محتاجه، خمسوا يعني مع بعض. العرض هيكون حلو جدا جدا، ونسبه الفلوس يعني دفع الفلوس هتكون اقل كتير من اما تجيبيه لوحدك. هحكي لكم بقى العلامه دي انا عاملاها ليه. لان انا جايبه 2 مع بعض وقسمتهم انا وحد كده في حياتي يعني بنتلخبط احنا الاتنين في بتوعنا، وهي بتخلص بتاعها اسرع مني، فانا لازم اعلم بتاعي عشان انا بستخدم حاجتي بحرص وبادب واحترام. فلازم نعمل الحركه دي الصايعه دي علشان تعلمي منتجاتك من منتجات اختك مثلا، او منتجات اي حد معاكي في البيت. مانيكير وتعلمي كده، الموضوع خلص خلاص، سهل وبسيط ومفيش اي مشكله. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه على قدر الامكان. برضو اللي جربه في الكومنتس يكتب لي ويقول لي هو عجبه ولا ايه الدنيا، عشان نشجع البنوتات اللي مجربتوش ان هم يجربوه. نسيت اقول لكم حاجه، ان لو عايزين توصلوا البيج بتاعته اكتبوا سكين سايت في الانستجرام، هتلاقوه ظهر لكم على طول، وظهر لكم المنتجات بتاعتهم. عندهم منتجات حلوه قوي، سيرام نيسيناميد وكريم ترطيب وسان بلوك، وعندهم حاجات كتير يعني حلوه، والصراحه اسعارهم حلوه جدا جدا. وبس كده، لايك الفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. وبس كده، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.